توكل على الله يا احمد، ناس كويسين قوي. سألت عليهم كويس يا ابو احمد؟ ايوه، ابوها راجل طيب، ناظر ابتدائي، عنده مكتبه صغيره كده بيبيع فيها كراريس واقلام. راجل طيب وبتاع ربنا. طب الحمد لله. وطلباتهم؟ قد ما هندفع مهر هيشوروا واكتر شويه زياده. الراجل ما عندوش غيرها، يعني مش هيبخل عليه. هما بس ليهم طلب واحد. ايه هو يابا؟ كاتب الكتاب على طول، مفيش حاجه اسمها خطوبه. يوه، طب وليه كده؟ مش يعرفوا بعد الاول؟ ما هي الخطوبه اتعملت عشان كده. هو احنا يعني كنا عملنا خطوبه يا عائله؟ الراجل عايز يمشي على الاصول، ما يقعدوش مع بعض ولا يخرجوا سوا الا وهي مراته. على كل حال انا عرفتها كفايه ياما. المهم يابا، هنروح امتى عشان نقرا الفاتحه؟ ماني خلاص قريت الفاتحه يا حاج احمد. هتدخلوا الصيف ده بعد ما تخلص امتحاناتك. على طول كده؟ وليه السربعه دي؟ الراجل هيموت وعايز يشوف له حفيد. طب نجهز. هنجهز بكل طلبات الاستاذ. ما تقومي تعشينا ولا هنقضي الليله كلها كلام. تعالي. كان الاتفاق نعمل الزفاف في شهر يونيو بعد امتحانات الليسانس على طول، لكن جت الحرب أجلته شهرين ودخلنا فعلا في شهر 8 أغسطس 67. وبعد 5 شهور جالي أمر التجنيد في الجيش. هتبقى تبعت لنا جوابات يا احمد؟ ان شاء ربنا ياما. هم 45 يوم مش هيقدر ينزل فيهم، بس بعد كده هينزل كل اسبوع. ده لو ما حاربوش تاني. شكلها مفيش حرب دلوقتي. ازاي بقى؟ ازاي بقى والريس عبد الناصر بيجدد الجيش كله وبيبنيه من اول وجديد؟ انت ما قريتش اللي كتبه حسنين هيكل في الاهرام؟ يا واد كفايه، انت ما بتصدق حد يفتح السيري؟ ايه بلع راديو؟ يلا يا احمد، جاهز؟ ايوه يابا. طب يلا. خلي بالك من بسمه ياما، بسمه حامل. في عينيا يا حبيبي. لو جه واد هنسميه ماهر، ولو جت بنت هنسميها عيلة. لا عيلة ده ايه؟ ده اسم قديم، هنسميها اسم حلو ان شاء الله. اقول لك انت سميتي منصوره قبل كده، لو جت بنت يبقى سميها زمنوك. ايوه جاتك ايه يا احمد؟ شوف وشك بخير ياما. ربنا معاك يا ابني. شوف وشك بخير يا بس. الكلام ده كان في يناير 67 بالظبط، لان ماهر اتولد في يوليو 68 بعد تجنيدي ب6 اشهر بالظبط. وخبر ولادته جالي في ليله ما تتنسيش، كنت في عز المعمعه، في عز حرب الاستنزاف. لا 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 لا، احكي لي بقى من الاول. ادخل. مساء الفل يا عمنا. اهلا يا عمر، تعال اقعد. عملت ايه؟ زي ما قلت لي بالظبط، سبت البيت واختفيت خالص. هي كمان سابت البيت، راحت بيت ابوها تنوح لهم هناك بقى. امال ماهر ما تكلمش ليه؟ تلاقيه بيدرس الموضوع. مش انت يا عمنا قلت له يبقى يدرسه؟ انت قلت لي ابوك بيشتغل في ايه؟ في قطع غيار العربيات. مستورد يعني؟ من كل انحاء الدنيا، ايطاليا، اليابان، امريكا، اي حته تحبها. مش كنت قلت لي انه غضبان عليك؟ اصالحه يا عمنا، انت تؤمر، العمليه في ايديا انا. ومراته؟ ما تشيلش همها، انت بس قول لي انت عايز ايه بالظبط وانا جاهز. خلينا نخلص من المهمه دي الاول، وبعد كده هيبقى في شغل بينا كتير. بقول لك يا عمنا، ما تسيبك من موضوع ماهر ده، وانا اهو ملكك انا وابويا. بعدين نبقى نتكلم في الموضوع دوت. خلينا نخلص من حكايه ماهر العربي الاول.
يا ولاد الأبلسة، ده انتوا واصلين لأعصاب البلد وماسكينها بإيديكم. ايه ده؟ انت بتكلم نفسك يا ماهر؟ لينا؟ هي وصلت للدرجة دي؟ انت ايه اللي مصحيكي دلوقتي؟ العطش. تصور ان انا من كتر العطش حلمت ان انا في صحراء كبيرة قوي والمية اللي معايا خلصت لدرجة ان انا كنت هموت من العطش. لا سلامتك. مع ان كل علاقتي بالصحراء هي الطريق الصحراوي. انت ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ يعني ما احنا قربنا على الفجر. الوقت سرقني. تعمل ايه؟ بشتغل. شغل ايه ده اللي يصحيك لحد الشغل؟ من فضلك. ايه ده يا ماهر؟ مالك اتفزعت كده ليه؟ اصل دي اوراق خاصه بالشغل يعني. طب وافرض من امتى بتخبي عني شغلك بالشكل ده؟ اوه يا لينا بقى من فضلك، انا تعبان دلوقتي. سلامتك يا حبيبي، مالك؟ احكي لي. ما اقدرش. ما تقدرش تحكي لي؟ ايوه. ليه؟ اسرار شغل. اسرار شغل؟ ماهر انا مش فاهمه حاجه، من فضلك اشرح لي. وما اقدرش اشرح لك. يعني ايه ما تقدرش؟ ما اقدرش يعني ما اقدرش. واتفضلي بقى روحي نامي، خليني اكمل شغلي. انا همشي يا ماهر، بس عايزه افكرك اننا شركه في الاسره دي، وان من حقي اعرف عنك كل حاجه، ويوم ما تحب تحرمني من الحق ده هسيب لك البيت وامشي. مافيا؟ انت هتشتغل مع المافيا يا ماهر؟ مافيا ايه بس يا حبيبتي؟ مين اللي جاب سيره المافيا؟ انت مش بتقول غسيل اموال قذره؟ مين يعمل كده غير المافيا؟ يا حبيبتي انا بشك يعني. دي كلها مجرد شكوك. ناس وعايزين يشتغلوا معايا. اشمعنى انت بالذات؟ اسم العربي مضمون. دول هيدوني اي مبلغ اطلبه. هتعمل بيه ايه؟ هشغله. طب ما يشغلوه هم. دول ناس عندهم فلوس كتير جدا، مش فاضيين يستثمروا بنفسهم في كل حاجه. بيدوروا على ناس محل ثقه اسمهم كويس عشان يستثمروا لهم الفلوس دي. يعني العمليه دي سليمه من الناحيه القانونيه؟ مش عارف، هي شكلها من بره قانوني جدا، لكن ما دام شكيت يبقى لازم تبعد عنهم يا ماهر. ويعني انت ناقص فلوس. بابا تقريبا طردني من الشغل النهارده. طردك؟
هو انت شفته؟ كلمني في التليفون، ده حتى ما كلمنيش انا، ده كان بيكلم صبحي وانا موجود. طردك من الشغل في التليفون؟ قال لي مالكش دعوه باي حاجه. وايه السبب؟ التحقيق اللي نشرته في الجورنال. انا كنت عارفه انه هيرفض الاسلوب ده، وبصراحه مع حق. امال كنت عايزين اعمل ايه؟ اسيب الاشاعات تملى البلد وتاثر على شغلنا؟ وكانت النتيجه ايه؟ مش مهم. واذا كان فاكر ان هو هيفضل طول عمره مسيطر عليا يبقى غلطان طبعا. طب انت ناوي تعمل ايه دلوقتي؟ بعد الحرب ما خلصت وابتدت المفاوضات، حالة التوتر والشدة اللي كانت عليها البلد خلصت. كل حاجة كانت موجهة لخدمة المعركة. خلصت المعركة، كل حاجة ثابت. عارفة لما يكون واحد شادد أعصابه على الآخر وموجه كل طاقته لمواجهة خطر مهول وبعدين يزول الخطر ده، إيه اللي بيحصل؟ طبعا أعصابه بتسترخي. بالظبط، هو ده اللي حصل. حالة استرخاء غريبة جدا حصلت واتفتحت البلد، اللي هم سموه بعد كده الانفتاح الاستهلاكي. المجتمع كله كان تعبان وشادد الحزام بقاله سنين ومسيطر على كل الموارد الاقتصادية بإيد من حديد، وفجأة كل ده ساب وبقت الحكاية سداح مداح. طب حضرتك بقى فين من ده كله؟ أنا رجعت من الجيش للتدريس، لكن التدريس ما بقاش يكفيني ولا يستوعب طاقتي، خصوصا لما ابتدت حالته تتدهور. السلام عليكم يا استاذ طلعت. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير يا استاذ طلعت. مساء الخير يا عرب، ازاي الصحه؟ الحمد لله رب العالمين. اسمعوا يا جماعة، نبأ هام وعاجل جدا. أخيرا وصلت بضايع بورسعيد الحرة وخيم الجمارك كمان. يا رب تكونوا جايبين حاجه عدله المره دي يا ساميه. كل اللي انت محتاجه ازاز مرعشي موجود، بدءا من الصابون المستورد بكل انواعه للاقمشه والحراير والملابس الجاهزه الحريمي والملابس الجاهزه الرجالي والاجهزه الكهربائيه كمان. انعام يا انعام تعالي. ميرسي يا عم. يخرب بيوتهم، دول ناقلين بورسعيد كلها هنا. انا سمعت انهم بيشتغلوا مع مهربين كبار. ده بيقولوا معاهم خلاطات بتعمل كل حاجه. تيجي يلا نتفرج. كل التسهيلات موجودة، كاش وبالتقسيط. ايه يا جماعه بالراحه، دي فلوس ناس مش كده. اللي تعجبه حاجه يحطها على جنب. يا استاذ عرب، ما انتش ناوي تقوم تبص يمكن تلاقي حاجه تنفعك ولا تنفع اولادك؟ دي ما بقتش مدرسه يا استاذ طلعت، ده بقى سوق. ما البلد كلها بقت سوق، وسوق حره كمان يا عربي. يا ده الزمن بيتغير بطريقه غريبه جدا. البلد اتملت بضائع اجنبيه بعد ما قلنا هننتج من الابره للصاروخ. طبعا ما هم عايزين يقلبوها هونج كونج. ربنا يستر عليك يا بلد. طافين الباب كده ليه؟ وايه ده اللي انتوا بتعملوه؟ ده واحد قريبي حضرة الناظر جايب حاجات من بورسعيد، قلت افرجها للزملاء يمكن في حاجه تعجبهم. ما تيجي بقى حضرتك تبص كده يمكن في حاجه تنفعك. يا انسه ده ممنوع. ممنوع ايه بس؟ ما تخليك حلو امال. تعالى بس كده مش هتخسر حاجه. طب بص كده بقى يا حضرة الناظر وقول لي ايه رأيك؟ حتة قماش حرير انما ايه؟ معتبرة وتنفع فستان شيك قوي لمراتك. وايه هنقسطها لك بالتقسيط المريح. بكام؟ ببلاش. خلاص هاخد حتتين. الحته دي بتاعتي. بتاعتي انا، اللون ده اللي انا اخترته. لا حول ولا قوه الا بالله. انا خلاص ما بقتش قادر استحمل. طب انا عايز هاجر. هاجر ايه بس يا استاذ طلعت؟ انا بتكلم بجد. وانا كمان بتكلم بجد. وهو يا اما تتاجر يا اما تهاجر.
هاجي اروح فين؟ اي بلد عربي. ما هو المدرسين نوعين، نوع بيتاجر، والتجاره بتبقى يا اما في البضائع المستورده يا اما لا مؤاخذه في الدروس الخصوصيه، وفي نوع تاني بقى بيسيب البلد ويسافر. اختار. ما اقدرش اختار لا ده ولا ده، وبعدين احنا كنا بنحارب وندفع الدم يعني عشان نعمل كده في الاخر. الله الله الله، احنا هنتكلم في السياسه بقى ولا ايه؟ يا استاذ طلعت، يا استاذ طلعت، انا حاسس ان عندي طاقه ومش قادر استثمرها. خلاص ادرس. ادرس؟ انا عارف ان انت معاك شهادتين عاليين مش كده؟ ايوه فعلا، معايا ليسانس اداب وحقوق. خلاص كمل في واحده فيهم. عن اذنك. المهم اشوف يمكن الاقي حاجه تفرح العيال. تعالى يا استاذ طلعت اتفرج. مكوى يا بني انما ايه محترمه. فتح الأستاذ طلعت عيني على حاجة ما كنتش واخد بالي منها خالص، حاجة ممكن تخلصني من الفوضى الكبيرة اللي حواليا وتعوضني عن السفر أو التجارة في المستورد. بجد يا أحمد هتعمل دراسات عليا؟ ايه رأيك؟ أنت بتاخد رأيي في حاجة زي كده؟ أخص عليك يا أحمد، أنا معاك طبعا. هو أنا في ديك الساعة لما جوزي يبقى دكتور ويدرس في الجامعة؟ خلاص بقيت دكتور، استني شوية. إن شاء الله إن شاء الله ربنا يحقق لك حلمك، ده يوم المنى يا أحمد. ايوه بس كل مدى والدنيا بتغلى والاسعار بتزيد. حكايه الدراسه دي عايزه تفرغ ومجهود ومصاريف. ما يهمكش اي حاجه يا حبيبي، احنا نقدر نعيش تحت اي ظرف، المهم مفيش اي حاجه تمنعك من تحقيق حلمك. بس انا كده مش هقدر ادي دروس ولا اقدر اشوف اي شغل جانبي، والعيال كترت. كتروا ايه؟ ما تصلي على النبي. اللهم صل عليك يا نبي. كل الحكايه ماهر وسهير. يا سلام، والتالت ده مش واخده بالك منه؟ عارف يا احمد، نفسي يبقى 10. انا طول عمري محرومه من العيله الكبيره، علشان كده نفسي يبقى عندي عيله كبيره كبيره قوي. هنصرف عليهم منين دول؟ شيل من دماغك انت اي حاجه، انا عاوزاك تتفرغ لشغلك ودراستك وبس، ومالكش دعوه باي حاجه تانية. الله يمسيكي بالخير يا أم. دكتور يا احمد. ايوه يا أم، مش ده كان حلمك من زمان؟ ايوه بس انت يا حبيبي ما دخلتش الكليه اللي تطلعك دكتور. افهمي ياما، احمد هيبقى دكتور في الجامعه. ايوه ياما، وشهاده الدكتوراه دي بقى اكبر من شهاده الجامعه بكتير. يعني انت بعد ما تاخد الشهاده دي هيندهولك يقولوا لك يا دكتور؟ ايوه يابا ان شاء الله. على بركه الله يا ابني، قوم بينا نشم شويه هوا. ايه؟ على فين يا ابو احمد؟ هناخد لفه على البيت الكبير ونقعد شويه على القهوه لغايه لما تحضري الغدا. بس اني لسه ما قعدتش مع الولا. ولا ايه يا ام احمد؟ ده دكتور. بالنسبه لي ولا وهيفضل ولا، صح يا احمد؟ صح ياما. يلا يا اخويا يلا بلاش غلا. الراجل عايز يفرح بابنه ويبلغ البلد كلها انه هيبقى دكتور. الهي وانت جاهي يفتحها في وشك يا احمد يا ابن عقيل، انت واخواتك قادر يا كريم يا رب. ايوه يا استاذ، بتقول ايه؟ انا كنت عايز استاذن حضرتك ان الحصص بتاعتي اركزها في يومين او 3. وبقيت الاسبوع؟ اصلي بصراحه يا حضره الناظر انا قدمت على دراسات عليا وقابلت، عايز اذاكر. هي الحكايه بقى كده. حضرتك عايز تغير نظام المدرسه ونظام التربيه والتعليم عشان تناسب مواعيد حضرتك ودراسات حضرتك ومذاكره حضرتك. لا يا فندم، انا مش عايز اخل باي حاجه، انا بس اذن حضرتك بس يعني اركز حصصي في 3 ايام في 4. ما ينفعش يا استاذ، حصصك هتاخدها بالكامل وفي المواعيد المقرره، ده غير الحصص الاضافيه، بالاضافه الى حصص النشاط. نشاط ايه يا حضره الناظر؟ ده انا بدرس تاريخ. انتهى يا استاذ، اتفضل يا فندي على فصلك. يا استاذ رأفت، يا استاذ رأفت. ايوه يا فندم. قول لي عندنا كام حصه فاضيه الاسبوع ده؟ عندنا حوالي 20 حصه، الاثنين مدرسين اتنقلوا ومدرس غايب. شايلهم للاستاذ احمد العربي عشان يتربى. ابقى خلي الدراسات العليا تنفعه. الدراسات عليا ايه؟ المدرسة ما رضيتش تساعدنا، بالعكس زودت الحمل علينا. الناظر كان راجل كله عقد نقص.
طب حضرتك كان عندك كام ولد في الوقت ده؟ كان في ماهر وسهير، وامي كانت حامل في الثالث. ما كانش في حد يساعدنا، ومع ذلك كافحنا واستمرينا. خلصت الواجب يا ماهر؟ ايوه يا ماما خلصت. يلا يلا يا سوير عشان نقوم ننام. لا مش هينفع، لازم نقوم ننام عشان بابا يقوم يشتغل. يلا يلا قومي معايا. لا مفيش لا. يلا يلا يلا. أحمد قوم كفاية كده، أنت نمت يجي 5 ساعات دلوقتي. الساعة كام دلوقتي؟ الساعة داخلة لها على 12 أهي. العيال ناموا؟ أيوه قوم بقى عشان تلحق تذاكر لك شوية. يلا يا أحمد قوم. لا جعان نوم. شيخة تعالي نامي تعالي. وبعدين معاك بقى الامتحانات قربت وانت لازم تكون جاهز. يلا قوم بطل كسل. حبيبتي يعني الواحد ما ينفعش يكسب يوم كده ياخدوا اجازه؟ لا ما ينفعش، انت بتدلع اول يومين دول. انا احسن حاجه اقوم انده العيال. لا 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 خلاص 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 هقوم. سنين وانا في العذاب ده، بالنهار مدرسه وبالليل مذاكره. لكن في الحقيقه وقفت مامتي جنبي اللي عمرها ما اشتكت ولا تذمرت، كان ليها اثر كبير جدا في حياتي. وبعد ده كله تسيبها وتحب واحدة تانية؟ شاهندة مش اي واحده. بابا لو سمحت خلينا نناقش المسألة دي بعقل. الحاجات دي ما فيهاش عقل، ملهاش اي دعوه بالعقل. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول في حديث ما معناه الأرواح جنود مجندة، ما توافق منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. وانت روحك بقى انت وشاهندة اسمها طنط شاهندة. يعني أرواحكوا ائتلفت من أول لحظة شفتها فيها ولغاية دلوقتي؟ ولغاية دلوقتي. ما تيجي نغير الموضوع ده بقى، أنا تعبت. يلا بينا نروح نستريح. يلا.
طاوله بقى، حط كام طاوله عندك النهارده؟ يلا. طب تمام. خلي بقى السير الناحيه الثانيه. صباح الخير يا عمر. اهلا يا ماهر. عملت ايه مع الحيوان جوز اختك؟ المصنع كده بقى شكله يفرح ويشرف. بركه فيك يا بص. ها المهم عملت ايه مع جوز اختك؟ انت شغال في خط الزبادي؟ اه طبعا، هو شغال قدامك اهو. انت ما بتردش عليه ليه؟ انت هتسيب الواد ده كده؟ الواد ده لازم يتربى ولازم يطلع اختك. ما تشغلش بالك انت بالحكايه دي. ايه يا اخوانا ما تدوقونا الزبادي. مالك يا ماهر؟ شكلك مش عاجبني. تعال نخش المكتب تعال. تعال. ما بتردش على ليه يا ماهر؟ عملت ايه مع الحيوان جوز اختك؟ ولا حاجه. اتفضل يا باشمهندس، دوق انتاجنا. حلو يا عمر. بالهنا والشفا. حلو حقيقي. ولسه كمان لما زوده بالفاكهه. انت هتعمل زبادي بالفواكه كمان؟ كل اللي محتاجينه ترومبه وتانك مخصوص، ودول تمنهم مش كتير، نقدر نجيبهم من اراضي الزبادي. وناوي اتفق مع مصنع مركزات عشان يجيب لنا الفاكهه الطبيعيه. مش هنعمل بقى زي بقيه المصانع نحط مكسبات طعم وحاجات من دي. ايوه بس الاول الزبادي ده ماشي في السوق؟ الحمد لله ماشي، وانا متوقع انه يزيد قوي بعد ما ازود له الفاكهه. ده انت كده محتاج حمله اعلانيه كبيره. يا ريت، بس انت عارف راي بابا في الموضوع ده. ابوك بينتمي لجيل قديم. الدعايه والاعلان اهم سبب من اسباب النجاح النهارده. طب مش لازم نقول الاول؟ وهو فين؟ ما هو سايب الدنيا متدربكه فوق دماغنا ورايح يستجم. هو انت مش بتكلمه؟ كفايه عليه يا عم صبحي يا سيدي. انا ماشي. ماشي في ايه وجاي في ايه؟ انت في حاجه مضايقاك؟ مفيش، سلام. طب ما تمشيش وانت كده يا ماهر. طب ابقى طمني عليك. هو جاي لك. انا كنت متوقع انه يجي لي بس ما جاش. الظاهر كده انه لسه متردد شويه. الموضوع ده لازم يخلص الاسبوع ده. اتصرف معاه. ايوه يا ابني، ابعت لي استاذ صبحي حالا. يا اهلا يا باشمهندس. ايه بقالنا يومين ما شفناكش، انت فين يا راجل؟ في الدنيا يا استاذ. بابا ما اتكلمش من ساعه ما كنت عندي ما اتكلمش. طب اتفضل. اخبار البورصه ايه؟ لسه. يعني ايه لسه؟ ما انا عايز افهم. السعر ما اتحركش؟ للاسف لسه ما اتحركش. لا قول لي انت عملت ايه مع ابراهيم زيدان؟ قابلته. واتفقتوا على ايه؟ انا جايبك عشان كده، انت ايه رايك؟ هتعامل معاه ولا لا؟ ايوه انت عايز رايي بصفتي ايه يعني؟ بصفتك المستشار المالي لشركات العربي. لو بصفتي المستشار المالي لشركات العربي يبقى لازم ادرس الموضوع من كل جوانبه
مع صاحب الشركات دي ورئيس مجلس ادارتها. امال تقدر تجاوبني بصفتك ايه؟ بصفتي المستشار المالي بتاعك انت شخصيا، ده لو سمحت لي يعني. ماشي، اعتبر نفسك المستشار المالي بتاعي. بس في الحالة دي بقى لازم تديني الأمان الكامل. ازاي يعني؟ ازاي يعني؟ يعني المفروض تكون صريح وواضح معايا جدا في كل شيء، وأنا هكون معاك كذلك. انا سامع ان الناس دي بتدير اعمالها بفلوس المخدرات والسلاح. شوف، كلام الناس كتير يا باشمهندس، واحنا لو مشينا ورا كلام الناس مش هنعمل أي حاجة. المهم احنا نغطي نفسنا من الناحية القانونية 100%. في الحالة دي محدش له حاجة عندنا. ازاي يعني؟ ازاي دي بقى عايزة قعدة طويلة أنا وأنت نشرح فيها كل حاجة بالتفصيل. أنت مش عايز تاخد المركز الأولمبي وتملاه ناس ولاعيبة وأجهزة زي ما كنت بتقولي؟ اه طبعا، ده كان حلمي. خلاص، شوف يا باشمهندس، الفرصة ما بتجيش للإنسان في عمره غير مرة واحدة بس. إذا سابها تعدي منه ما بترجعلوش تاني أبدا. عشان كده بقول لك اتكل على الله وادخل بقلب جامد. مش قبل ما تقعد وتشرح لي بالظبط نغطي نفسنا من الناحية القانونية ازاي؟ اديني فرصة بقى اروح لحد مكتبي ادور لك على شوية بنود قانونية يخلوا موقفنا سليم 100%. ايوه. حكالي. ايوه. لحد فين؟ طيب. لا خلاص انا هتصرف. مع السلامه. شاهندة؟ ازيك يا مدام شاهندة؟ ازيك يا استاذ صبحي؟ ايه رجلك جرت على الشركة اليومين دول؟ خير في ايه؟ انا جيت في وقت مش مناسب؟ لما تيجي الشركة وماهر موجود فيها يبقى وقت مش مناسب. الظاهر انه عندكم شغل؟ شوية. الباشمهندس ماهر العربي، مدام شاهندة. اهلا يا باشمهندس. اهلا وسهلا. اتفضلي. اتفضلي. اهلا اتفضلي. اتفضلي يا مدام شاهندة. شكرا. اتفضل يا استاذ صبحي. على فكرة أنا أعرف حضرتك، اتقابلنا قبل كده. تشربي إيه الأول؟ ميرسي، مش عايزة أشرب حاجة. قولي لي بقى إحنا اتقابلنا فين؟ أنت لسه مش فاكر إحنا اتقابلنا فين قبل كده؟ أنا فاكر إن أنا شفت حضرتك قبل كده أكتر من مرة، بس فين بالتحديد مش عارف. إحنا اتقابلنا مرتين قبل كده. في المرة الأولانية في الحفلة اللي اتعملت عشان
انه كلف الدكتور فخر انه يعدي عليا في البيت بعربيته علشان ياخدني. وفي اليوم ده شفتك وانا خارجه من الحفله، كنت انت لسه واصل. يوم افتتاح الاوتيل ده انا فاكره زي النهارده. يومها كان بابا منتظر مستثمرين عرب واجانب على قدر كبير قوي من الاهميه. ده بابا كان حاطط امال عريضه قوي على موضوع الافتتاح ده. طب والمره الثانيه؟ المره الثانيه لما الدكتور احمد حصلت له الازمه الاخيره. عملت لك صينيه البطاطس باللحمه الضاني اللي انت بتحبها. يلا يا حبيبي. احمد، مالك يا احمد؟ مالك؟ ده تلحقيني بسرعه بكوبايه ميه. مالك يا احمد؟ رد عليا. مالك؟ دكتور فخر، انا شاهين، الحقني. ايه؟ طيب على مهلك. ايوه، وصفي لي الحاله. ليه كده يا مدام شاهين؟ ليه كده؟ استنى يا استاذ صبحي. انت ليه ما سمحتلهاش؟ الله، ليه يا استاذ؟ يا باشمهندس، انت عارف الربكه اللي كنا فيها ساعتها. بصراحه الاسره كلها كانت موجوده وانا خفت من سوء الفهم. اي سوء فهم؟ انت عارف الست والدتك. انت خفت لما ماما تعرف ان في بينهم علاقه غير شرعيه. لو سمحت يا باشمهندس، ما تفهمش غلط. انا مرات الدكتور احمد على سنه الله ورسوله.